تحطم المركبة الفضائية وصدور تقرير مالي عن أداء شركة تسلا بخسارة رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك لنحو 12.6 مليار دولار في يوم واحد. وتراجعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي بحسب مؤشر المليارديرات لوكالة بلومبرغ BBI بنسبة 7% إلى 164 مليار دولار. وأمس الخميس انفجر صاروخ ستارشيب التجريبي الذي صممته شركة سبيس إكس بعد دقائق من إقلاعه. الصاروخ صعد 38 كيلومترا، ووفقا لممثل الشركة تم تدمير الصاروخ الذي يحمل مركبة فضائية عمدا بسبب مشاكل في المحرك وفقدان الارتفاع. وكانت شركة تسلا قد أعلنت عن انخفاض بنسبة 24% في الأرباح، وفي ظل ذلك انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 9.75%. وأطلقت شركة سبيس إكس صاروخ ستارشيب العملاق في رحلة تجريبية هي الأولى من نوعها، لكن بعد أقل من 4 دقائق بدأ أن الأمور تخرج عن السيطرة. الصاروخ سوبر هيفي الذي يحمل المركبة ستارشيب لم ينفصل عنها، وخرج عن السيطرة قبل أن يسقط الاثنان معا إثر انفجارهما. وحاول إيلون ماسك التهوين مما حدث قائلا: تهانينا لفريق سبيس إكس على الاختبار الرائع لستارشيب. تعلمنا الكثير لاختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور. وكشفت وكالة بلومبرغ الاقتصادية أن إيلون ماسك فقد 13 مليار دولار من ثروته خلال 24 ساعة. وعزت الوكالة الأمر إلى ما وصفته الدراما التي حدثت في إمبراطوريته من انفجار الصاروخ الفضائي والنتائج المخيبة لشركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يمكنها ماسك، فضلا عن إزالة علامات التوثيق الزرقاء المجانية في تويتر.